بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي الحلوين المنورين سنة رابعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم طبعا كنوز الرياضيات وميس سحر صبري. النهارده إن شاء الله هقول لكم الدرس الخامس والسادس والسابع، لأنهم هما التلاتة مرتبطين ببعض وكلهم بيتكلموا على نفس الحاجة أو نفس العنوان. النهارده إن شاء الله هناخد جمع وطرح الكسور والأعداد الكسرية. جاهز؟ يلا كشكولك وقلمك. ان شاء الله النهارده الفيديو هيكون ممتع جدا جدا جدا، وهتفهم الجمع والطرح في منتهى السهوله. وما تنساش لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش الاشتراك في القناه وعمل مشاركه الفيديو عشان يوصل لكل الطلاب والتلاميذ حبايبي الحلوين. ويلا بينا. اول حاجه هنقولها طبعا او كله مرتبط ببعضه، هناخد جمع وطرح الكسور والاعداد الكسريه. فاول حاجه هنقول الكسور نجمعها ازاي، طب لو فيها اعداد صحيحه نجمعها ازاي، طب لو عدد كسري نجمعه ازاي، وهنقول كمان مسائل كلاميه مع بعض. اول حاجه جمع الكسور، ازاي اجمع كسرين مع بعض؟ طبعا انت واخد ده في ثالثه ابتدائي اصلا. ازاي اجمع؟ احنا اتفقنا ان الكسر عباره عن بسط ومقام، بسط ومقام. فلما بتيجي تجمع او تطرح يا باشمهندس مالكش دعوه بالمقام خالص، المقام بينزل زي ما هو وبنجمع او بنطرح البسط. تمام. يبقى اما نيجي نجمع الكسور ننزل الكسر زي المقام زي ما هو، وتجمع البسط او المقام. طيب تعالي نشوف مثال يا مستحر. اول حاجه قلت لك 3 اخماس زائد خمس. اول حاجه يا باشمهندس تعملها شد شرطه كسر، نزل المقام زي ما هو 5، واجمع اللي فوق 1 و3 4. سهلة جدا. تاني أشد شرطة كسر، أنزل المقام زي ما هو واجمع 3 و4 7. طبعا يا باشمهندس واخدين ان اي بسط ومقام شبه بعض، 7 على 7 8 على 8 9 على 9 بيساوي 1 صحيح. شفت جمع الكسور سهل ازاي؟ طيب لو ضفنا اعداد صحيحة مع الكسر هيفرق معانا حاجة؟ لا طبعا. اعداد صحيحه، فانت لما تيجي تجمع هتجمع الصحيح مع الصحيح والكسر مع الكسر. طب ازاي يا مس سحر؟ تعالى اوريك. الصحيح هنا 2 وهنا 1. اجمع الاعداد الصحيحه مع بعض. 2 و1 3، نزلها هي الاول. بعد كده شد شرطه الكسر، نزل المقام زي ما اتفقنا، المقام هنا 4 والمقام هنا 4، ينزله واجمع اللي فوق 1 و2 3. شفت سهلة جدا ازاي؟ طيب برضو الصحيح مع الصحيح، 3 و5 8، شد شرطة كسر، هنزل المقام 11 واجمع اللي فوق 3 و6 9. تمام. طيب نشوف كمان مسألة. 1 زائد 3 أتمان زائد 5 أتمان. مستحر قالت الصحيح مع الصحيح. طب أنا هنا يا ميسا عندي واحد بس، مفيش عدد صحيح معاه. أقول لك إيه يعني؟ واحد مفيش حاجة تيجي معاه، ينزل زي ما هو. نزل المقام 8، اجمع البسط 3 و5 8. ايه ده؟ مستحر قالت بسط المقام شبه بعض بيدونا واحد صحيح. 8 على 8 فيها الواحد، زود بقى يا باشمهندس الصحيح مع الصحيح، زود الواحد الصحيح ده مع الواحد، يبقى الإجابة النهائية 2. تمام. فيها أي مشكلة؟ طيب بعد كده لو جمع الاعداد الكسريه، طيب برضو نفس الكلام. اعداد كسريه متفقين قبل كده ان العدد الكسري عباره عن عدد صحيح وكسر، عدد صحيح وكسر، يعني برضو فيها اعداد صحيحه. فنفس الحكايه يا باشمهندس، اجمع الصحيح مع الصحيح والكسر مع الكسر. فهنا مثلا 2 و5 زائد 1 زائد 3 ارباع زائد 4 أخماس. برضو 2 و1 3، شد شرطة الكسر، أنزل المقام زي ما هو. 4 و1 كام؟ 5. على طول وانت مغمض أول ما تلاقي البسط شبه المقام 5 على 5 فيها الواحد، ضيف في العدد الصحيح اللي جنبه، ضيف 1 على 3 بقت 4. طيب اللي بعده 3 و7 زائد 2 و3 أسباع. نفس الحكاية، مستحر قالت الصحيح مع الصحيح. 3 و2 5، شد شرطة الكسر، هنزل المقام 3 و1 4. كمان واحدة 2 و3 5، شد شرطة الكسر، نزل التلاتة 1 و2 3. مستحر قالت أي بسط ومقام الاتنين زي بعض ضيف واحد صحيح على العدد اللي جنبه، 1 و5 6. شفت الجمع بمنتهى السهولة ازاي؟ يبقى انت عندك الجمع هنجمع
كسر، خلاص اجمع، المقام بينزل زي ما هو، تجمع البسط بس. هنجمع اعداد صحيحه مع كسر، اجمع الصحيح مع الصحيح والكسر مع الكسر. طب هنجمع اعداد كسريه، ما هو العدد الكسري عدد صحيح وكسر، برضو اجمع الصحيح مع الصحيح والكسر مع الكسر. تمام يا باشمهندس؟ تمام. نشوف بقى الطرح. طيب بالنسبه للطرح مفيش اي مشكله، نفس الحكايه بالظبط، بس بدل زائد ناقص. هنعمل ايه؟ هننزل الاول، نشد شرطة الكسر. مستحر قالت ننزل المقام زي ما هو، فوق بقى انا هطرح مش هجمع. 5 ناقص 2، 5 شيل منهم 2 يبقى 3. طيب اللي بعده 3 ناقص تلتين، ايه ده؟ مستحر قالت كسر مع كسر. طيب كسر مع كسر ده طبعا اللي هو طرح الاعداد الصحيحه والكسر. طيب ازاي هنا في كسر؟ لا بص بقى يا باشمهندس، لما تلاقي عدد صحيح هنطرح منه كسر، خد واحد من العدد الصحيح. لما اخد منه واحد، التلاتة دي بقت كام؟ 2. تمام. الواحد اللي انا خدته ده عبارة عن نفس المقام ده، المقام ده كام؟ 3، يبقى 3 على 3. المقام ده 4، يبقى 4 على 4. المقام ده 6، يبقى 6 على 6. يبقى تاني باخد واحد من العدد الصحيح، نقصت واحد من التلاتة بقت 2. الواحد الصحيح اللي انا خدته ده خليه نفس المقام ده فوق وتحت، بسط ومقام، لان الواحد الصحيح عبارة عن 3 على 3. اطرح بقى 2، مفيش حاجة تنزل. انزل المقام زي ما هو، 3 ناقص 2 1. نقول كمان واحدة، واحد ناقص سوري، واحد ناقص 3 أخماس. واحد أنقص منه 3 أخماس. ها واحد صحيح، ها نعمل ايه يا باشمهندس؟ اهو هناخده كله بقى، هناخد الواحد الصحيح ده نعمله نفس المقام ده، يبقى 5 على 5. وابدأ اطرح، نزل المقام زي ما هو، 5 اشيل منهم 3 2. واحدة كمان، 2 ناقص ربع عدد صحيح، شيل منه واحد، الاتنين هيبقى واحد. الواحد اللي انا حاطه اعمله 4 على 4. واحد مفيش حاجة ينزل، 4 ناقص واحد 3، والمقام دي ينزل زي ما هو. فيها مشكلة؟ لا. طيب طرح الأعداد الكسرية، نفس الحوار يا باشمهندس، اطرح الصحيح من الصحيح والكسر من الكسر. 8 شيل منهم 3 5، المقام ينزل زي ما هو، 2 شيل منهم واحد 1. 5 ناقص 3 2، نزل المقام زي ما هو، 4 شيل منهم 3 1. 8 ناقص سدس، نفس الكلام، مستحر قالت اي عدد صحيح مش معاه كسر هاخد منه واحد يبقى 7. 8 خدنا منها واحد يبقى 7. الستة الواحد اللي انا خدته ده اعمله نفس المقام ده فوق وتحت، 6 على 6. ابدأ اطرح، 7 ناقص 2 5. 6 تنزل، 6 اشيل منهم واحد 5. شفت الموضوع في منتهى الجمال ازاي؟ طيب واحد جه سألني سؤال، طب يا مستر لو جيت طرحت لقيت البسط الاولاني ده صغير اعمل ايه؟ ده بقى يا باشمهندس اسمه الطرح بتاع اعاده التسميه، اللي احنا بقى هنستلف بقى وكده. طيب لما اجي استلف ازاي ولا اعمل ايه؟ بص يا باشمهندس، اول حاجه طبعا 3 ناقص 2 ما فيهاش مشكله، هتقولي صحيح مع صحيح، هقول لك ما فيش مشكله. تعالى اطرح 1 ناقص 3، واحد شيل منهم 3. ينفع؟ ينفع واحد اشيل منه 3؟ ما ينفعش طبعا. هعمل ايه في الحاله دي؟ هستلف من العدد الصحيح واحد، بقيت 2. استلفت من العدد الصحيح 3 دي، استلفت منها واحد بقت 2. الواحد اللي انت ضفته معناه نفس المقام ده 6 على 6. فانت تعمل ايه بقى يا باشمهندس مع طريقه ميس سحر في منتهى السهوله؟ استلف واحد بقت 2، ضيف المقام على البسط، دي في المقام على البسط، يعني دي في 6 على الواحد بقت 7. ابدأ اطرح، 2 ناقص 2 طبعا صفر ما بيتكتبش، نزل المقام زي ما هو، 7 اشيل منهم 3 4. نقول كمان مسألة، 2 ناقص 4 ما ينفعش، يبقى ده هستلف من العدد الصحيح واحد بقت 3. الواحد اللي انا استلفته دي في المقام على البسط، دي في المقام على البسط، دي على الاتنين 5 بقت 7. ابدأ اطرح، 3 ناقص 1 2، شد شرطة الكسر، نزل المقام زي ما هو، 7 ناقص 4 3. شفت سهلة جدا ازاي؟ تمام. تمام. طيب نيجي للمسائل الكلامية. جالي مسائل كلامية في الكسور جمع او طرح، اعرفها ازاي؟ المسائل الكلامية الجمع اعرفها من كلمة مجموع اجمالي جملة.
الطرح اعرفها من كلمة باقي، متبقي، فرق. طب تعالوا نشوف ونحل. اشترى ياسين بيتزا أكل منها 50، فما كمية البيتزا المتبقية؟ متبقية يعني ناقص. ياسين جاب ايه؟ اشترى ايه ياسين؟ بيتزا، يعني واحد، بيتزاية واحدة، ناقص أكل منها 50، يبقى كام؟ يبقى واحد ناقص 50. الواحد الصحيح هيبقى عبارة عن نفس المقام ده، 5 على 5. ابدأ اطرح، 5 ناقص 2 3، والمقام بينزل زي ما هو. نشوف مسألة كمان. شربت كنوز 1.3 لتر من الماء، وشرب زين 1.5 من الماء. احسب مجموع اللترات. مجموع، طالما مجموع يبقى جمع. اخد 1.3 زائد 1.5. اتفقنا نجمع الصحيح مع الصحيح. 1 و1 2، شد شرطة كسر، نزل المقام 3 و5 8. واتفقنا أي عدد صحيح البسط نفس المقام يديني واحد صحيح على الصحيح، 1 على 2 3. فيها مشكلة؟ طب نشوف مسألة كمان. لدى أميرة 3 و3/4 متر من القماش، استخدمت منه 2 وربعين. احسب الأمتار المتبقية. متبقية مش سحر قالت ناقص. ناخد الكبير طبعا الأول اللي هو 3 و3/4 ناقص 2 وربعين. اطرح يا باشمهندس. 3 شيل منهم 2 يبقى 1. أنزل المقام زي ما هو، 3 ناقص 2 1. فيها اي مشكله؟ ابدا. يبقى الزائد والناقص في المسائل الكلاميه اوعى تقلق منهم. كل اللي عليك اللي انت تحدد المساله دي زائد ولا ناقص. فالجمع بعرفه من كلمه مجموع اجمالي جمله، الطرح بعرفه من الباقي المتبقي الفرق. في اي مشكله؟ مفيش. كده انا لخصت لك الثلاث دروس الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم جمع الكسور والاعداد الكسريه، اللي هو الدرس الخامس والسادس والسابع، في منتهى السهوله. شفت بقى الفيديو ما خدش مننا وقت، وزي ما انت شايف الدنيا سهله جدا ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف مسائل كده ومراجعه شامله على اللي فات كله، وركز معايا عشان انا هحل مسألتين واسيب لك مسألتين. تعالوا نشوف اول مسألة مع بعض. قلنا هنعمل ايه يا باشمهندس؟ مستحر قالت هنطرح الصحيح من الصحيح، بس الاول اتأكد. قبل ما تطرح الصحيح من الصحيح اتأكد الاول البسط ينفع يطرح ولا لا. 3 ينفع اشيل منهم 1، يبقى اطرح بقى على طول. 8 ناقص 3 5. اشد شرطة الكسر، انزل المقام زي ما هو، 3 اشيل منهم 1 2. تمام يا باشمهندس. طيب خلي بالك ان الربعين دول خلي بالك ان هما بيختصروا. الربعين دول معناهم نص. طبعا لما ناخد في الكسور المتكافئة هتعرف ان احنا بنبسط الربعين، فدي الربعين معناها نص، يعني المفروض الإجابة 5.5. تمام. طيب نختصرها. هخلي لك الناقص دي انت تحلها بقى يا باشمهندس. طيب تعالوا نشوف واحدة زائد. 5 و4 9. نزل المقام زي ما هو، 1 و3 4. دي في 1 على 9 بقت 10. حل انت الناقص اللي بعدها. ماشي، يبقى انا هحل واحدة ناقص واحدة زائد، سبتها لك انت يا باشمهندس تحلها. تمام. بعد كده دي أسئلة برضو. أجب لدى آدم 7 وربع جنيه، أعطى 4 وربع لأخيه، ما عدد الجنيهات المتبقية؟ يبقى دي مسألة طرح. بعد كده عندك سؤال اختر عدد كسور الوحدة في الكسر. طبعا ده مراجعة على الدروس اللي فاتت. عندي درس عندي تاني حاجة جمع الكسر، و7 على 5 يسمى كسر ايه. طبعا هتلاقي الفيديوهات بتاعت الدروس السابقة موجودة على القناة. هنعتبر ده واجب. تمام. وهتلاقي الصفحة دي موجودة على صفحة كنوز الرياضيات مس سحر صبري. وقبل ما نمشي هقول لك مسألة كمان في الاستلاف، مسألة كمان عشان نستلف. مثلا جيت قلت لك 5 وسدس ناقص 2 و3 أسداس. نقول واحدة كمان. قبل ما تطرح اتأكد ان البسط ينفع يطرح. 1 اشيل منهم 3 ما ينفعش. هنا بنستلف. بنعمل ايه يا باشمهندسين؟ نستلف من ال5 1 بقت 4. الواحد اللي انا استلفته بعمله نفس المقام ده. الواحد اللي انا استلفته بضيف المقام على البسط. هنضيف ال6 على الواحد بقت 7. يبقى في الطرح لو البسط ما ينفعش يطرح، البسط بقى صغير،
استلف واحد من العدد الصحيح وضيف المقام على البسط وابدأ اطرح. 4 ناقص 2 2. 7 اشيل منهم 3 4 وانزل الستة زي ما هي. هقول كمان واحدة قلت لك 3 و مثلا تلتين ناقص 1 و مثلا نخلي دي وتمنين ناقص 1 و4 أتمام. ايه ده؟ اتأكد الأول من البسط ينفع يطرح ولا لأ. 2 اشيلهم منهم 4 ما ينفعش 2 ناقص 4. هستلف من التلاتة 1 بقت 2. الواحد اللي انت استلفته ضيف المقام على البسط ضيف على الاتنين 8 بقت 10. ابدأ اطرح. 2 اشيل منهم 1 شد شرطة كسر نزل المقام زي ما هو. 10 ناقص 4 6. تمام يا باشمهندس. اوعى تنسى ابدا في الطرح بالذات قبل ما تطرح اتاكد ان البسط ينفع ان انا اطرحه. لو طلع البسط الاولاني اصغر من البسط بتاع الكسر التاني لازم بنستلف ونضيف المقام على البسط. واحد هيقول لي قبل ما امشي طب ليه بنضيف المقام على البسط؟ لان الواحد اللي استلفته يا باشمهندس معناه نفس المقام ده 8 على 8. تمام، فعشان كده تضيف المقام على طول. اتمنى يا رب ان انا اكون وصلت لكم ال3 دروس. وزي ما قلت لك الصفحه دي هتلاقيها على صفحه كنوز الرياضيات مس سحر صبري. اتمنى ان انت تحل الاسئله، ولو في اي حاجه واقفه معاك ابعتها لي على صفحتي او على الرسائل او في التعليقات وانا جاوب لك عليها على طول. اتمنى يا رب ان انا اكون بسطت لكم الموضوع. اشوفكم في فيديو جديد ومع كنوز الرياضيات. اكيد هتحب الرياضيات. باي باي، مع السلامه.